مركب مطاط رسي على شواطئ مطروح، لقوا فيه 12 شاب مصري زي الورد ميتين، والمؤكد انها مش اول مره ولا اخر مره. كل مره نشوف الخبر نزعل شويه ونكتب كام بوست وبعدين الحياه تكمل كأن مفيش اي حاجه حصلت. لكن السؤال الحقيقي، الى متى؟ الى متى الشباب هتشوف البحر ارحب من الواقع؟ الى متى الواحد يحس ان الموت احتمال بس الحياه هنا مستحيله؟ دول مش ارقام في خبر، دول كان عندهم صوت وضحكه وامهات مستنياهم. اكيد واحد منهم قبل ما يسافر بس ايد امه وقال لها هرجع وهعوضك عن الشقة والتعب. اكيد واحد منهم كان عنده حلم يتجوز، وواحد كان نفسه يشتغل اي شغلانه بس يعيش بكرامه، وواحد كان فاكر ان اخر الطريق ده حياه افضل. بس البحر ما بيسمعش للاحلام، الموج ما بيفرقش ما بين واحد هربان من حرب او واحد هربان من فقر او واحد هربان من احساس انه واقف مكانه. المؤلم ان اغلبهم ما كانش اكيد بيدور على رفاهيه، ما كانش رايح يحقق رفاهيه خياليه، كان بيدور على فرصه وعلى بدايه، على احساس ان بني ادم له قيمه ومستقبل. ولما الانسان بيوصل لمرحله ان يركب البحر وهو عارف انه ممكن يموت، يبقى الخوف من الواقع بقى اكبر من الخوف من الغرق. ودي اكتر جمله مرعبه ممكن نفكر فيها. في ناس هتقول ليه سافروا بطريقه غير شرعيه، بس اوقات اليأس بيخلي الانسان يمسك في اي باب حتى لو الباب ده مفتوح على الموت. وفي ناس للاسف بتستغل ده، اسمهم تجار احلام، يقنعوا الشباب ان الناحيه التانيه من البحر جنه وياخدوا منهم كل اللي وراهم واللي قدامهم، وفي الاخر يرموهم للمجهول. بس الكارثه الحقيقيه اننا بقينا متعودين على الاخبار دي، بقت جنازه شباب في البحر خبر عادي. كام هتنام مكسوره، كام اب هيفضل مستني مكالمه عمرها ما هتيجي، كام اخ صغير هيكبر وهو فاكر ان اخوه مسافر وهيرجع. الى متى هنفضل نخسر شبابنا بالطريقه دي؟ الى متى هيبقى حلم النجاه اقوى من حب الوطن نفسه؟ وفي النهايه اصعب احساس ان الواحد يسيب بلده وهو بيقول يمكن البحر ارحم.